السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ لما تكوني بقى كده قاعده في امان الله واولادك يقولوا لك يا ماما احنا عايزين كده ايه، بيتزايه، قلت لهم طيب ماشي، انا بقى هعمل لكم اللي شبيهه للبيتزايه وحاجات جميله جدا وموجوده في قلب البيت. اول حاجه انا كان عندي هنا الخضار ده، البصل وفلفل الوان وجزر وطماطم والخضار. وكان عندي بواقي لانشون كانت باقيه من سندوتشات الاولاد، وكان عندي 3 بيضات، وكوبايه لبن وكوبايه دقيق. فطبعا انا قلت بقى ايه، لا انا هعمل لكم حاجه جميله احنا بنعملها على طول يا جماعه، وبصوا انتوا جربوها لاولادكم هتعجبهم جدا. بصوا، بمعنى صح هي حاجة حلوة. وانتي قاعدة بقى في الشتاء كده ايه، تعمليها كده حاجة دافية كده وجميلة، وتقعدوا كده ايه تسلوا بيها كده، او هما مثلا قاعدين بيذاكروا. بتبقى جنب المذاكرة حاجات يعني جميلة بصراحة، احسن من السندوتشات. هنا بقى تجيبي كل البهارات اللي عندك وتنزلي كده ايه على البيض بيها من كل حاجة. حاجات نسب يعني ذرة بسيطة كده، وبتحطي طبعا مرقة، وبتحطي ايه برضو ربع معلقة سكر، بتسكرها كده معاكي وبتخليها جميلة، وبتضربيهم بقى كويس قوي كده ايه في البيض. طبعا عدد البيض دون حرية الاختيار ليكي، من 3 ل4 ل5 زي ما انت عايزة خالص. طبعا انا حطيتهم هنا وضربتهم في بعد كده نزلت بكوبايه اللبن. بعد كده بقى ايه هنزل طبعا بطبق الخضروات اللي انا مقطعاه ده. بصوا انا مقطعاه هنا وبشرة جزر، ومقطعه بقى فلفل الوان، مقطعاها ايه قطع مربعات كده جميله جدا. بصوا شكلها يبقى حلو خالص في النهايه. بتضربيهم بقى كلهم كده ايه، تخلي الخليط كله كده يبقى ايه يعني كله كده متجانس في بعضه. بصي انت كده بقى ايه خلطتيهم. بعد كده بقى ايه هتحطي الدقيق، وهتحطي برضو اللانشون، وهتدربيهم في بعض جامد. بصي اهم حاجه، بص انا هنا كنت لقيتها يعني تقلت معايا كده ايه في المضرب، فشلت المضرب وبقيت اضرب يعني بالمعلقه. طبعا اي زيت تحطي معلقتين زيت. انا هنا كان عندي زيت زيتون. انا المره اللي فاتت ما كانش عندي زيت زيتون بصراحه، وكنت عاملاه بزيت عادي، زيت التومين العادي. المره دي كان عندي زيت زيتون، حطيت معلقتين زيت. بتقلبيهم بقى في بعض، وبتجيبي بقى الصينيه يا دوب كده حاجه بسيطه جدا بالفرشه بتنزلي بيهم كده، بتمسحي بس الصينيه مسحه خفيفه، وبتنزلي بقى كده ايه كل الخليط ده، وبتدخليه بقى ايه الفرن. بتحطيه بقى على نار هاديه من تحت، ما بتولعيش الشوايه من فوق غير بعد كده في الاخر خالص. بتستوي معاكي على نار هاديه، وبتبقى جميله عشان تبقى كلها مستويه ما تبقاش عجينه. بعد كده بقى ايه كملت بقى ايه، قلت اكمل بقى ايه الاكله الجميله ليهم. طبعا ايه هعمل لكم هنا بقى ايه كيكه، طريقه كيكه جميله جدا بالجزر والبرتقال. اول حاجه بقى ايه بنجيب بقى طبعا الخلاط، وبنجيب 2 بيضه، وبنجيب الجزر والبرتقال، وبنجيب بقى ايه كوبايه سكر كوبايه لبن. الاستهلاك بقى بتاعت الدقيق انت حسب الدقيق اللي انت بقى بتستخدميه. انا هنا استخدمت كوبايتين وربع، بس انا كنت ماليه 3 مجات لايه، يعني لحسب ما العجينه ايه تحتاج مني. بتقطعي بقى البرتقان كده، بتقطعيها 4 تربع وبتحطيها في الخلاط، والجزرايه برضو بتقطعيها وبتحطها في الخلاط. ماشي اهدي بطريقه التقطيع. بتحطي بقى عدد 2 بيضه، ما بيزيدش عن 2 بيضه. لو مشيتي تبع المقادير الصح وبالظبط، يعني ما تزوديش فيها ولا تقللي فيها، بتطلع معاكي جميله جدا. وكوبايه مج برضو نفس المج، يعني نفس المج لبن نفس المج سكر. ماشي بتجيبي بقى ربع كوبايه زيت، ما تحطيش سمنه، بتحطي زيت، و2 باكت فانيليا. وطبعا ايه جايبين طبعا اللي هو الكيك شيف ده، بس مش هنحطه فيها طبعا، بنقلبه. ثواني هنمشي بالخطوات واحده واحده. هنا كده ايه انا ضربت الخليط كويس جدا، يعني ضربته جامد لحد ما بصوا بقى ناعم ما فيهوش اصلا اي حاجه. في ناس بتحب تصفيه، بس انا بالنسبه لي انا ما بحبش اصفيه، لان ما بيبقاش موجود فيه اي حاجه خالص. وبالاخص بقى ريحه البرتقال بتبقى جميله جدا فيه. هنا بقى بتجيبي كيس كيك شيف، وبتمسكي بقى مج دقيق، بتقلبيه كويس قوي فيه. بصي تخليهم يختلطوا ببعض جامد، تقلبيه في الدقيق. بعد كده انت ما بتحطيش بقى ايدك بقى في العجينه ولا اي حاجه خالص. انت بقى كده بتمسكي بقى الايه المضرب، وبتنزلي على الدقيق دون ايه كده بالتدريج واحده واحده، عشان خاطر ايه ما تكلكعش معاكي. بصي بتنزلي كده بالتدريج بيها وبالمضرب، وانت شغاله برضو ايه بننزل بقى بالكوبايه التانية. عامه الدقيق دون لازم تكوني نخلاه مره واتنين، عشان خاطر بصي كل ما بتنخليه دي يعني ايه خطوه برضو كويسه جدا لنجاح الكيكه.
نزلت كده ايه بالمج التاني، حسيت كده ان العجينه برضو قوامها يعني ها محتاج برضو دقيق كده، ايه هحتاج بقى للربع كوبايه. اخدت بقى ايه هنزل كده الربع كوبايه اهو، بصوا اخدت من المج التالت الربع بتاعه بس، ما اخدتش منه ازيد من كده. بصوا ده القوام بتاع الكيكه طبعا ايه، والصينيه طبعا ايه اتدهنت واتبطنت، يعني بصي لازم تكوني دهناها كده ومبطناها كلها علشان خاطر ايه مفيش اي حاجه تلزق فيها. وطبعا ده الكلام دون ايه للجماعه اللي ايه بيعملوا صواني زي كده ايه ألمونيات. انما اللي بتعمل بقى في طبعا بايركس، بتعمل في جرانيت تيفال اي حاجه، ما بتبقاش محتاجه ان هي تدهن اي حاجه. بصوا اهي كده بتنزلي كده ايه بالخليط بقى كله، تنزلي كده كله في الصينيه، وتدبي بقى ايه تروحي جايه ماسكه الصينيه كده تدبيها كده مره واتنين، وايه كده ظبطت بقى معاكي. بتكوني طبعا مولعه الفرن. بتروحي بقى، انا بصوا الصينيه دي كان المفروض ان انا احطها في صينيه اصغر، بس ولادي قالوا لي يا ماما احنا مش عايزينها عاليه، احنا عايزينها تكون حاجه كده ايه صغيره، ما نعرفش ايه، ما نحبش احنا الحاجات العاليه. قلت لهم تمام مفيش مشكله خالص. هنا بقى انا كنت حطيت الكيكه وطلعت بقى ايه صينيه البيتزا المزيفه يا جماعه دي. دي طبعا انا الحاجه الوحيده اللي نسيت اصورها لكم يا جماعه لما انا كنت برص عليها الكاتشب يعني. الكاتشب ده جميل جدا، احنا بنعملها على طول، كل واحد بقى بياخد القطعه بتاعته كده بيحط عليها كاتشب، بتبقى جميله جدا. بصوا والله جربوها، خليط حلو جدا اهو، بصوا بسم الله ما شاء الله، وكل الخضار مستوي فيها وجميل جدا لان انت مسويها على نار هاديه. وهي الكيكه بعد ما طلعت كده من الفرن، بصوا هشه وجميله بسم الله ما شاء الله عليها، الله اكبر. بصوا بقى لازم تسيبيها تبرد، ما تقطعهاش وهي سخنه، يعني وهي سخنه دي ما تقطعهاش ابدا عشان ما تتهريش منك، لازم كده ايه تبرد. وتقطعي بقى بيها ايه تقطعيها كده بالسكينه. بصوا انا هنا قطعتها، بصوا بسم الله ما شاء الله عليها، هوريها لكم هي. لازم تجددي كده كل يوم ايه لاولادك. بصوا اهي كده بعد ما قطعتها، بصوا هشه وجميله من جوه بسم الله ما شاء الله عليها، مش معجونه ولا اي حاجه، ومن تحت زي فوق كل واحد. عجينه سهله وبسيطه جدا، بس اهم حاجه الواحد كده يشغل دماغه ويعمل كل حاجه لاولاده كده، ما يخليهمش محرومين من اي حاجه. بصوا بقى كده ايه بعد بقى ما كنت خلصت، انا كنت طالبه ايه حاجات كفرات للمراوح، وفي الوقت ده ايه رنوا علينا قالوا ان هي ايه الكفرات جت. نزل ابني جابها، بصوا هوريها لكم هي افتحها معاكم بسم الله ما شاء الله عليها جميل. انتوا عارفين بقى الشتاء وقرف الشتاء والعفار والكلام ده كله، طبعا ما بنستخدمش مراوح، فلازم ان احنا نكسيها علشان خاطر العفار من ناحيه، ومن ناحيه تانية لازم تكون ايه شكلها جميل كده، اي حد يدخل عندك ما يلاقيش بقى كده المروحه كده معفره وشكلها مش حلو، لا انت بتحطي عليها الجراب دون جميل جدا. بصوا انا اشتريت الجراب دون هي 3 ريش، واللي هي الاسطوانه بتاعت المروحه اللي هي الموتور بتاع المروحه ده. بصوا اهي كده هما 4 قطع، يعني 3 ريش والاسطوانه اللي هي في النص. بصوا ليها استك كده من يعني القفله بتاعتها بيكون ليها استك. انا طبعا ايه اخترت ال3 الوان دول لان انا عندي اختار السيلفر في الصاله، وعندي غرفتين النوم، عندي اوضه محتاجه اللي هو البنفسجي ده، واوضه محتاجه اللي هي الفوشيا. جبت تبع دهانات الاوض. بصوا جميله جدا. انا بقى عايزاكم بقى ايه ما تنسونيش يا جماعه تفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه عندي يشترك. وعايزه بقى ايه قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وعايزه بقى ايه يعني بصوا احنا اي حاجه اي غلطات اكتبوا لي في الكومنتات، انا متقبله اي حاجه خالص منكم. وطبعا يعني ربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسونيش يا جماعه بقى، انا عايزه ايه تفعيل الجرس واشتراك في القناه. ومع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، انتظروني في فيديو جديد وروتين جديد.